أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. تخيل معايا كده لو في يوم صعب لقيت إيد بتتمدلك وتشدك من غير ما تطلب، وانت كلك يأس وضياع. الإيد دي ما كانتش مجرد مساعدة عابرة، دي كانت طوق نجاة اتكتب لك بيه عمر جديد. النهاردة احنا جايين نفتش في دفاتر الأصول ونبص في عيون الناس اللي سندت بجد ساعة الريح. حكايتنا عن رد الجميل بالأسلوب اللي يستاهلوا الناس الأصيلة اللي ما بننساش فضلهم مهما طالت الأيام. فعز السعي والوجع وتفاصيل الحياة بننسى ساعات إننا ما كانش ممكن نعدي الطريق ده لولا إيد دافية اتمدت لينا في عز الضلمة، ولولا كتف سندنا واحنا مش قادرين نشيل حتى خطواتنا، ولولا كلمة اتقالت في وقتها رجعت الروح لجسم كان مهدود. رد الجميل مش فرض علينا عشان خايفين من كلام الناس، رد الجميل هو الشياكة الحقيقية اللي في طبع القلوب النظيفة، هو إنك تفضل شايل فضل الشخص ده في عينك طول العمر، وتستنى الفرصة اللي تقدر ترجع له فيها ولو جزء بسيط من الأمان اللي غرقك بيه. السر في الموضوع ده إنك لما بترد الجميل ما بتكونش بتخلص دين وتقفل الصفحة، بالعكس انت بتكتب سطر جديد في رواية حب هتعيش العمر كله. الجميل الحقيقي ما بيتقدرش بفلوس ولا بيتوزن بالذهب، الجميل هو المواقف واللحظات اللي كان فيها السند أغلى من الدنيا كلها. الواقع بيقول إن الناس بتنسى الفضل وبتمشي تدوس على الإيد اللي اتمدت ليها، هم أكتر ناس بيعيشوا في جفاف نفسي وأنانية، وعمرهم ما بيعرفوا طعم البركة الحقيقية، لأن قلة الأصل بتموت المحبة في النفوس وبتخلي البني آدم لوحده بجد مهما كان حواليه ناس. لو بتسمعني النهاردة افتكر الوش الطيب اللي كان بيقعد معاك وانت مخنوق ويسمعك، وافتكر الإيد اللي سندتك بشكل مادي أو معنوي عشان تقف على رجلك، وافتكر كمان الناس اللي دعت لك بظهر الغيب وانت في أشد محنتك. جرب النهاردة ما تأخرش الرد، ابعت رسالة بسيطة قول فيها أنا منسيتش وقفتك جنبي، أو اعمل حركة تسعد قلبهم وتبين لهم إن مكانتهم لسه غالية وإن جميلهم في رقبتك ليوم الدين. وفي حكاوينا النهاردة حبينا نقول إن الدنيا لسه بخير طول ما فيها قلوب بتصون العشرة وبترد الجميل بأجمل منه، وطول ما فينا ناس بتعرف تقول شكرا للأصيل اللي مر في حياتها وساب أثر ما بينتهيش مع الأيام. شاركونا في حكاوينا النهاردة، مين الشخص اللي ليه جميل في رقبتكم ومستحيل تنسوه، وإيه الموقف اللي عمله معاكم وخلاكوا دايما حابين تردوا الجميل ده بأحسن منه. وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.